بنشوف في الطبيعة حاجات مش محتاجة إذن عشان تبهرنا، وفي لحظة ممكن تشوف ظواهر تخليك تعيد حساباتك كلها، من أصوات الرعد اللي بتشق السما لحد ظواهر غريبة أنا متأكد إنك عمرك ما شفتها قبل كده. قناة ايموشن هتاخدك في جولة وسط مشاهد نادرة هتحس معاها إنك واقف في قلب البرية. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعم القناة باشتراك ودعمها بلايك. الغواص ده كان بيغطس على سواحل جنوب أفريقيا، وفي لحظة كان هيبقى وجبة محترمة. الحوت عدى من جنبه. في اليابان السما نورت كأنها ظهر بسبب كرة نارية ظهرت فجأة. السيول اتسببت في انهيارات أرضية في اليابان، ونزلت من فوق الجبل زي التسونامي واخدة كل حاجة في وشها. البيوت الموجودة على منحدرات الجبال دايما بتكون في اختيار صعب قدام تقلبات الطبيعة، وكل اللي بنتمناه ان الناس تكون هناك واخدة احتياطاتها كويس. لو حد بيجوله دوار البحر ياريت يعدي اللقطة دي. أنا شفت فيديوهات كتير لانهيارات جليدية قبل كده، بس عمري ما شفت حاجة بالحجم ده. تقدر تخمن قوة الزلزال ده كانت قد ايه؟ كانت بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر. خلت السواقين ماسكين الدريكسيون بايديهم ورجليهم. تحس ان المشهد ده متاخد من فيلم رعب. اتصور بكاميرات المراقبة في بيوت في تايوان، والخبراء بيقولوا ان السبب ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، وده اللي فجر البلاط حرفيا. دي ظاهرة اسمها إبرة التلج، عبارة عن أعمدة جليد رفيعة بتتكون جوه التربة وتطلع لفوق بالشكل ده. يا نهار أبيض، حجم الإعصار ده هيخلي أي حد يتسمر في مكانه من الدهشة. تصوير مشهد الحيتان وهم بيصطادوا حاجة ما بتحصلش كتير. There's one really close. Oh my god, you see that? Full breach right out in front of us. بس هم كان حظهم حلو وقدروا يوثقوا قطيع كامل من الحوت الأحدب وهم بيصطادوا مع بعض. في الأول ما كانش باين عليه إنه إعصار قوي، بس ده شال العربية حرفيا وطيرها في الهواء. الرياح في الصين وصلت ل 130 كيلومتر في الساعة.
دي مش بس شالت الأسطح، دي كمان خطفت معاها كل الهدوء اللي الناس متعودة عليه في الوقت ده. Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. زلزال بقوة 7.1 ريختر في المكسيك خلى يوم السياح لذكرى مستحيل تتنسي وبطريقة محدش متوقعها. لو انت فاكر ان الابيض اللي قدامك ده تلج فحب اقولك انك غلطان، لان دي كرات برد متجمدة بكميات مهولة وبيدمروا اي حاجة في طريقهم. There's a lot of people over here that are suffering. في اسبانيا ظهر مذنب اخضر لثواني معدودة ونور السما كلها. في الأرجنتين في مكان غريب اسمه جزيرة العين العائمة، مش بس هو شكل العين، ده كمان بيتحرك زيها، وده بسبب فقاعات الميثان اللي بتطلع من تحت الأرض وبتزقها كل شوية. يمكن تكون شفت هالة حوالين الشمس قبل كده، بس دي كانت أغرب من أي واحدة ممكن تتخيلها. إعصار عملاق في ساوث داكوتا كان استعراض مرعب، وأي حد شافه أكيد انبهر من المنظر. سبحان الله. في سلوفاكيا ضغط في التربة زاد لدرجة إن في سور ضخم وقع في ثواني كأنه قلعة رمال على الشاطئ، ولحسن الحظ محدش حصل له حاجة. It didn't move, so just relax. Let me drive. 10-4. Thank you. أما في كاليفورنيا إعصار بسرعة 177 كيلومتر في الساعة عدى كأنه وحش ضخم قلب الدنيا كلها. احتمال إن البرق يضرب عش النسر تقريبا 1 في المليار. بس ما تقلقش، إن السور دي مفيش حاجة بتأثر فيها. اللي قدامك ده مش خداع بصري، دي سلوك حقيقية مغطية الصحراء. الظاهرة النادرة دي بتحصل لما عواصف بتيجي من القطب الجنوبي وتوصل للمناطق الجافة في قلب الصحراء. ده سيل من المطر بيحصل في بقعة محدودة، مشهد قليل قوي لما يتصور كامل بالشكل ده. ده تكوين جليدي غريب جدا على شكل شجرة واقفة على الرمل، وبيتكون من تداخل الأمواج مع البرودة الشديدة. أكيد أنت عارف البراكين، لكن شفت قبل كده بركان جليدي؟ وبيتكون من ينابيع تحت الأرض حرارتها بتكون تحت الصفر، وده أول بركان جليدي بيفرغ جزيئات المية من الفتحة اللي في القمة. عاصفة اسمها هيلين ضربت فلوريدا مؤخرا، وسببت فيضانات جرفت بيوت بالكامل.
والسلطات اضطرت تستدعي الحرس الوطني لعمليات إنقاذ ضخمة. وفي الصين العواصف الرملية العنيفة بتحصل كل سنة، التراب بيملى الجو وبيوقف المرور. ولما العواصف دي بتقابل البرد بيشكلوا تلج أصفر غريب. فرقة الإطفاء راحت تطفي حريقة، اكتشفوا إن الحريق جاي معاه طقس خاص بيه. الرياح والتراب قلبوا المنطقة على مساحة 60 هكتار، مشهد كأنه طالع من فيلم هوليودي. المنظر ده في ماليزيا، مية الفيضانات لونها أحمر بسبب الطمي اللي جاي مع السيل. سحالي الإجوانا هنا فريدة من نوعها، وهي الوحيدة في العالم اللي بتقضي معظم وقتها في البحر. شكلها بيفكرنا بالزواحف العملاقة اللي كانت موجودة في البحار من ملايين السنين. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.